اهلا 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 بالاستاذ جداوي. اهلا اهلا اهلا. ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن. اتفضل اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك. شرفت حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيدة زينب. شلايه ام هاشم. شلايه ام هاشم. انا دايما اصلي جمعه هناك. بس السيده زينب ده حي جميل، فيه روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6 يبقى احنا قلنا كده يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده يبقى ايه؟ 60 و60 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين، انا عندي عيلين خاربين بيتي. لا ده احنا كمان دول 40 ايوه كده 40 يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3000 جنيه. معقول؟ 3000 جنيه هيعملوا ايه ولا ايه؟ انا مستعجب، الحكومه دي مش فاهم بتعمل ايه. 3000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الوضع ده يا ابني مصروف ايده بس 3000 جنيه. اي والله كده هو ب 3000 جنيه وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير، ايش مش عارف بتعمل ايه، اللي عارف الحاجات بتاعت العيال الصغيرين دول. نعم تمام. انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه. وارجوك ارجوك يا مرجان بيه عندي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصيه؟ نحلين وبري. مصيبه الدروس الخصوصيه، كارثه والله، كارثه فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعه في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطه. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقه عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفاء، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، مفيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحت هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء.
عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وينبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشانهم يا حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق والدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طار بيه، كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه علياء بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امها الله يرحمها جت ولدتها هناك، سميتها علياء. الملكة علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت قلت هشتكى برضه، انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعه سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشيه معانا ايه فله. وقريب قوي هنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانه بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعيطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اسمه ايه قولي لي؟ بابا انت لازم تجيب لي حقي. اجيب لك حاجه؟ ده ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل؟ عميد الكليه موجود وبيتكلم معاه. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرة ايه؟ اختك منهاره موتة نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتورة جيهان مراد. مين؟ دكتورة جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام ده عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها؟ اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه؟ فاكسل. مايكل يا دكتور. ايه اه. مايكل؟ تاني الدكتور مايكل؟ طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه ما كده حلو؟ قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك يعني. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضو؟ انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا عدي؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره. هي فعلا انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء، ايوه حبيبتي. اهدي احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا قومنا حضرتك.